السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنبدأ النهاردة لايف مع معهد فني صحي على جميع مستوى الجمهورية. تمام. 5 minutes. نبعت اللينك بس لزمايلنا عشان يخشوا وهنبدأ على طول. منور يا ابن خالد. هنشير بس اللينك يا شباب ونكمل على طول. بسم الله الرحمن الرحيم. اسفين طبعا على التأخير اللي حصل ده، ولكن كان لازم نبعت للطلاب معانا في الجروب عشان يخشوا معانا اللايف. ان شاء الله الصوت يكون واضح والكاميرا تكون كويسة وكل حاجة تكون تمام. ماشي. رحلة طويلة بدأناها سوا، من ثانوية لمعهد لكلية. في طلبة منكم كانوا معايا بياخدوا في الثانوية العامة كيمياء وأحياء، والحمد لله ربنا كرمهم كملوا معايا في معهد فن الصحة. في ناس كانت معايا برضه كيمياء وأحياء واشتغلت معايا في كليات طب وصيدلة. كويس الميكروفون شغال. حلو. وأما دخلتوا المعهد كملتوا معايا في المعهد، وبعدها إن شاء الله في منكم هيكمل معايا في بعض المواد في كلية علوم صحية. ولكن للاسف اللي هيخش كليه هندسه خلاص كده يكون هارب من تحت بعد ما يخلص الكليه والمعهد، وتيجي تشتغل تتفاجئ تلاقيني مدير المستشفى. هذا طبعا يا شباب. طبعا زمايلكم طلبوا مني ان احنا نتكلم عن بعض النقط. ماشي. طبعا انا اسف على النوز دي. هو احنا اتفقنا مع زمايلكم ان اللايف يكون النهارده الساعه 8، ولكن جابلتنا مشكله. هي اني كان عندي برد النهارده، باب النجار مخلع يعني طبيب وعندي برد، مش مشكله خالص. وفي فرح هنا عند الجيران، ففي نويز في الصوت، ولكن يعني امل ان يكون اللايف باحسن كواليتي ممكن. الباشمهندس عبده معانا شغال مع فرقه تانية قسم الصيانه. ماشي. مظبط لهم الدنيا يعني ان شاء الله خير. نور يا باشمهندس. ماشي. ابن خالتي بقى. حلو. النهارده زي ما اتفقنا زمايلكم كلموني يا دكتور حمدي احنا عاوزين نتكلم في كذا نقطه بخصوص المعنى، فعشان الكلام يكون سيستماتيك وفاهمين هنتكلم عن ايه، فالاسئله اللي هنجاوب عنها النهارده هتنقسم شقين. الشق الاولاني هو اسئله تعليميه، ودي غالبا مش هنجاوب عنها هنا في اللايف،
انا افضل ان لو حد عنده سؤال من النوعيه ديت يبعته لي على الخاص او يبعته في جروباتنا، سواء على الفيس، على الانستا، على التليجرام، على اي مكان، او يبعت للتيم، والتيم ما بيتاخرش، معانا عدد كبير من التيم. حلو. جميل يا دكتور حمدي. طب احنا دلوقتي قبل ما تبدا تتكلم معانا على تاني شق من الاسئله، وهو اسئله لها علاقه بالمعهد، لها علاقه بنظام المعهد، لها علاقه بكيفيه الانتقال من مرحله المعهد لمرحله الكليه فيما بعد، وحياتي بعد الكليه والانتقال، وفكره يا دكتور حمدي الامتياز وعلاقته بالشغل والكلام ده كله هنتكلم عنه. زي ما الطلبه اللي شغاله معايا في الكورس متعودين وعارفين، احنا ما بنحبش نتكلم كلام نظري خالص، كلامنا كله عملي. بمعنى انا هجيب لكم النهارده سامبل تجربه قدامنا كانت في المعهد، كملت كليه، وهنشوف الحياه بالنسبه لها كانت عامله ازاي. انت خدتنا في دوكا يا دكتور حمدي وما عرفتناش بنفسك. انا حمدي عاطف حمدي، طالب بكليه الطب جامعه المنوفيه، فرقه ثالثه. ماشي. بقدم حاجات كتير كده على النت، عشان ما تضيعش وقتك في اللايف تقدر تسرش على جوجل وتبحث عني، او في بوست مسجل على صفحتي العامه دكتور حمدي الرايق، في بعض من الحاجات اللي انا عملتها او اللي انشهرت اليومين دول، شات جي بي تي، تقدر تساله عنه، هو هيرد عليك ويقول لك ديتيلز كتير. ماشي. معانا برضو في اللايف النهارده الدكتوره يارا عاطف حمدي. تمام. فني صحي. ماشي. وفرقه ثالثه كليه علوم صحيه جامعه المنوفيه. صراحه احنا اللايف ده ممكن نعتبره ضمن سلسله انا كنت بداتها من سنه، وهي كانت اعرف كليتك، ولكن للاسف ما كناش اتكلمنا عن معهد فن صحي، فالنهارده ممكن نعتبره حلقه من ضمن حلقات السلسله دي. بس الحلقه بتاعتنا النهارده مميزه لاسباب كتير، اهمهم 3 اسباب. السبب الاولاني ان اللايف في العادي انا بصوره في بيت الشخص اللي يكون هيتكلم معايا. المفاجاه النهارده ان الشخص اللي هيتكلم معايا هي الدكتوره يارا عاطف حمدي، اقرب الناس الى قلبي. حلو. فانا مش هضطر اروح اصور عند حد، انا كنت ببهدل الشباب، بشيل المعده انا والباشمهندس عبد اللي كان معانا في لايف من شويه، واداه التصوير، واسافر واروح عند الشخص اللي هيصور معايا. لا، انا بصور في بيتي، ده اكيد حاجه كويسه جامد يعني. تاني حاجه ان اختي هتكون معايا في اللايف. ماشي. تالت حاجه ان انا بحب المعهد ده قوي يا شباب، ريلي انا بحبه. سنتين واخلص نفسي واشتغل يا شباب. والله انا كنت بقارن بينه وبين كليه الطب، يعني انا كنت حاطط في دماغي طب روبرتي دي اولويه كده، اللي هو لا ده انا سنتين وبعدها مثلا كمان علوم صحيه واكون شغال. ماشي. احسن اكيد بكتير من كليه الطب، 7 سنين يا شباب. شباب بقى انا قدامي عمر في الكليه. انا مش عارف، انا شهر وجع اصلا من ثالث سنه، من سنه ثالثه، مش عارف اكمل ال4 سنين الفاضيين ازاي يا شباب، وبعدها 3 سنين جيش هيبقى عندي 30 سنه. طب اتجوز امتى طيب، ولا اكمل حياتي ازاي؟ فالمعهد ممتاز. ماشي. في 3 حاجات اساسيه هنتكلم عنهم النهارده في اللايف. ايه هم؟ مش انا اللي طلبتهم، زمايلكم قالوا يا دكتور حمدي احنا عايزين نتكلم عن 3 حاجات. طب اتفضل. اول حاجه احنا عاوزين نتكلم عن المذاكره، يبقى ازاي؟ قلت لهم اوكي. تاني حاجه عاوزين نعرف ازاي نكون ننتقل من المعهد للكليه. قلت لهم اوكي. تالت حاجه عاوزين نعرف نظام الشغل بعد المعهد. اوكي. حلو. حلو. طب انا في العادي لما باجي اتكلم عن نقطه المذاكره ديت، في باوربوينت بحبه جو مقرب لجنبي. الباوربوينت ده بقدمه للناس سواء كانت معايا في طب، صيدله، علاج طبيعي، تمريض، علوم صحيه، كليتكم اللي سوري المعاهد فن صحي. احنا معانا يا شباب 14 معهد فن صحي على مستوى الجمهوريه، معانا ناس من كل معهد مشتركين معانا في الكورس. فالباوربوينت ده مقرب جوه الجنه وبحبه. الباوربوينت ده انا هفتحه حاليا على اللاب، هنبدا نتكلم فيه سوا، واللي محتاج الباوربوينت يقدر يبعت لي او يبعت لاي حد من التيم، وهيقدر ياخد الباوربوينت فور فري، يقدر يطلع عليه عادي. ماشي. دي بالنسبه لنقطه هنذاكر ازاي. بعد ما نخلص النقطه ديت هننتقل لنقطه ثانيه، وهي ازاي بنكون في معهد انجل للكليه. النقطه الثالثه الشغل بعد المعهد. حلو قوي. بعد كده هنفتح الاسئله لو حد عنده اي استفسار. ماشي يا شباب، يعني لايف لذيذ وكويس والدنيا تمام. ماشي. ماشي. كان في ناس بعت اسئله على الواتس، يا ريت تجهزوها او تكتبوها من الضغط عشان ارد عليها. ماشي. عشان انا صراحه
نسيته كده. ماشي، نبدا مع بعض يا شباب. نتكلم مع بعض كده واحده واحده. بسم الله الرحمن الرحيم. طب احنا اتفقنا بقى عشان الكلام يكون سيستماتيك، احنا هنتكلم عن نقطه دي دلوقتي، نقطه اذاكر ازاي. ماشي، الباوربوينت بيقول ايه؟ اول سلايد في الباوربوينت بيقول ايه؟ ايه الفرق بين طالب ناجح بالعافيه وطالب جايب امتياز مرتفع؟ الصراحه السلايد دي بتلمسني من جوه. ليه؟ انا الشخصي يا شباب، انا يعني نفس الشخص بس الظروف مختلفه. ناجح بالعافيه ديت، انا اتذكر ايام دي كنت في فرقه اولى ترم اول. حلو. كنتش بحضر سكاشن، كنتش بحضر محاضرات، كنتش بروح كليه، كنتش بعمل اي حاجه خالص غير ان انا يعني ماشي عادي، زي ما 90% منكم بيعمل كده، انا عادي ما بحضرش اي حاجه خالص، بروح افطر، الف شويه اروح. كانت النتيجه يا شباب ان انا في داخل الامتحانات ما كنتش عارف اي حاجه خالص، ونجحت من عند ربنا الحمد لله، جبت جيد جدا. دي كانت حاجه مزعلاني جامد، يعني انا كنت عاوز اجيب امتياز 7 سنين، جبت 84، كان فاضل على الامتياز حاجه بسيطه. فانا زعلت ماشي، والموضوع كان مؤثر معايا جامد، بس انا كنت فرحان بالدرجه، يعني كنت خايف لا اسقط، الحمد لله اني عدى. المفاجاه بقى يا شباب اني الترم اللي فات، اخر ترم امتحانات، انا كنت جايب امتياز مرتفع، كنت جايب 96%، نفس الشخص. ولكن وات هابن؟ ايه اللي اتغير؟ ايه اللي اتغير؟ هقول لك ايه اللي اتغير. بقيتش بسيب ولا سيكشن، بقيتش بسيب ولا محاضره، بقيت بلتزم باي نشاط يجي لي اعمله، اي اكتيفيتي، اي شيت، اي حاجه بتنطلب مني كنت بعملها، اي حاجه. انا كنت الاول مثلا اللي على درجتين مش مهم، ولكن لما اهتميت فعلا ابتديت احضر، الموضوع بقى سلس، بقى سهل، عرفت ديتها. لا انا كنت الاول حاسس الموضوع كبير، زي ما معظم زمايلكم بيبعتوا لي يا دكتور حمدي احنا ما بدأناش مش عارف ايه. يا جدعان الموضوع فيري سيمبل، اعرفكم في الاخر صحيح بيفكروني. لو حد فيكم لسه ما بداتش يعمل ايه؟ الصراحه كان كذا حد بعت لي على الواتس خلال اليومين الثلاثه اللي فاتوا دول عشان نتجرب وكده، اظبط لكم الدنيا، الدنيا على وجهه عليها كده. فبفكروني بس في نهايه اللايف عشان ما ننساش النقطه دي، عشان نقطه مهمه قوي. تمام. تمام. فحضرت محاضرات، سكاشن، التزمت، امتحنت، لقيت الامتحانات من الدكاتره بتقولوا الدنيا سهله وكويسه والحمد لله. بقيت اسمع ناس من على اليوتيوب، ازود معلومات، الحته اللي مش فاهمها اسال فيها. لا انا كنت قبل كده عادي مش فاهمها مش مهم. ماشي. الحمد لله يعني. فانت دلوقتي بالنسبه لك التزم، احضر محاضرات. ما انا بقول لك بسرد قصه ونطلع منها من مفيد بقى. احضر محاضراتك. انتوا غالبا معظم المعاهد ما عندهاش عملي، فحضرت محاضراتي، حضرت سكاشني، روحت البيت اذاكر. النقطه دي هنتكلم فيها بعد شويه ماشي، فما تستعجلوش. تاني سلايد معانا بيقول هو ام اي. انا مين؟ طبعا احنا اتكلمنا فيها من شويه. اسال شات جي بي تي ماشي، او ابحث عنها على جوجل دكتور حمدي رايق، عشان ما نتكلمش كتير. طب نجاوب بقى على الاسئله دي يا شباب. انا حاطط 5 اسئله هنجاوب عليهم بالترتيب، كل سؤال هنتكلم عنه شويه، كلام سيستماتيك اهو. حلو. هل انت حابب المعهد ده؟ والله يا دكتور حمدي انا دخلته عشان مجموعه جايب. والله يا دكتور حمدي انا دخلته علشان هيشغلني. والله يا دكتور حمدي انا دخلته علشان اهلي كانوا عاوزين يدخلوني. والله يا دكتور حمدي انا دخلته عشان بعد اكمل هندسه. والله. خلاص انت حاليا في المعهد، ماذا بعد؟ احب ما تعمل حتى تعمل وتحب. الفيلم الحلو اللي هو كان بتاع، كان اسمه ايه الممثل؟ المهم الفيلم ده يعني اللقطه كانت حلوه فعلا، حب ما تعمل حتى تعمل ما تحب. ماشي. انا ما انكرش ان انا كنت في فرقه اولى ما كنتش حابب كليه الطب، اكيد انا عارف انت بتستغربوا الكلمتين دول، ولكن مش كل الناس اكيد لا عاوزه تخش طب. بس الحمد لله مع الوقت لا حبيت الموضوع وعشت والدنيا تمام. فهل انت حابب المعهد ده؟ لا انت لازم تكون حابه، لان انت خلاص موجود فيه، ده كاريرك، ده حياتك، ده بقيت عمرك هتكمل فيه. تمام. فانت بالنسبه لك حب المعهد ده شيء اساسي. انت معهد كويس. انا كنت برضه بعد زمايلكم يا شباب اللي كانوا شغالين معايا في السنه ودخلوا المعهد ده، كانوا متضايقين فكره ان انا كل ما حد يسالني اقول انا في معهد. يا شباب ايه معهدي؟ انت على فكره انت بتنحسن، المفروض تحسد والله على المعهد ده، ان شاء الله ربنا يزيدكم. انت معهد سنتين وهتشتغل. يعني انت المفروض تبقى فخور وانت بتقولها. يعني كان لي واحد طالب عندي، ما كان حد يساله انت في ايه يا ابني، يقول انا في كليه علوم صحيه او في كليه هندسه، مش عاوز يقول انا في معهد. يا ابني انت المفروض تبقى فخور، انت سنتين وهتشتغل، انت تحسد الحاجه دي. يا شباب المعهد بتاعكم في ناس داخلين المعهد ده جايبين 92%، متخيل؟ انا كنت جايب 92 وشويه في الثانويه. فالمعهد بتاعكم ده طب الطب، فاول حاجه المعهد بتاعكم ده ممتاز.
الكونتنت سهل وبسيط، تقدر تجيب تقدير كويس. في ناس كتير من المعهد ده بيخش كليات كتير قوي فوق ما تتخيل، خلي بالك. ماشي. طب ايه النقطه الثانيه يا دكتور حمدي؟ هل انت بتحضر محاضرات؟ والله يا دكتور حمدي، عشان معظم اصلا الطلبه تلاقيها مكمله شغل وبتاع ومش مهتمين. والله انت لو مش مهتم بالمعهد وان انت تجيب في تقدير كويس وتكمل بعده كليه، فاللايف ده مش هيكون مناسب ليك. فيعني ايه، ما تتعبش نفسك، ولا حتى يكون مناسب ليك انك تشترك معاه في الكورس، لان اللي بيشترك معاه في الكورس يفضل ان هو يكون ناوي يكمل كليه، ويفضل كمان يكون عاوز يتعلم ويجيب درجه كويسه. لان انا ما بليكش بيا ان يكون طالب معايا وما يقفلش في الامتحان. الحمد لله انا شغال في كذا كليه على مستوى الجمهوريه، وفي ناس شغاله معايا من بره مصر، فانا سمعتي كويسه، الطلبه معايا تجيب امتيازات، وفي منهم بيقفل الحمد لله، مش كلامي، الطلبه اللي بتقول لي كده. ماشي. بالمناسبه الباوربوينت اللي انا بتكلم منه ده، اول ما عملته كنت عامله لطلابي في طب اسوان. الطلاب جابوا درجات كويسه الحمد لله، ولكن في منهم بعض الطلبه جابوا اخفاقوا، ما جابوش درجه اللي هم كانوا عاوزينها. فطلابي قالوا يا دكتور حمدي انت هنا الطلبه بتعزك وكده، فيا ريت تعمل لنا ميتنج. كنت عامله ساعتها على الزوم، ما رضيتش اعمل لايف يعني. احنا لنا جروب برضو لطلاب جامعه طب اسوان، لو حد عاوز يكلمني عاوز يخش الجروب يقول له انا ابعت له اللينك. ماشي. فانا عملت لهم الباوربوينت ده، عشان كده مقرب بقلبي جو، كان طلاب اسوان دول اصلا بعزهم جو. ماشي. فالباوربوينت ده اول ما عملته كان لهم هم. نكمل. ايه اهميه يا دكتور حمدي حضور المحاضرات؟ بص يا شباب، الدكتور اللي بيشرح المحاضره بيكون ويل كواليفايد لده، بيكون مهيأ جو انه يعمل الحاجه دي. طب ازاي يا دكتور حمدي؟ انا يا شباب شغال في كذا كليه جوه مصر وبره مصر، بس انا ما اجيش نقطه في دكتور. ماشي. انا بشرح كذا ماده، هو سبيشالايزد في ماده معينه، واخد فيها دكتوراه، في واحد كواليفايد جو عنده علم كافي نشرح. بعيد بقى عن مثلا في دكاتره ما بتهتمش ان توصل المعلومه، في دكاتره ايا يكن، ولكن هو مؤهل لده، فده سبب يخلينا نحضر المحاضره. ايه تاني يا دكتور حمدي؟ كمان الدكتور وهو بيشرح يا شباب، نلاحظ ان في حتى في المعهد عندكم الحته دي مشهوره قوي، تلاقي الدكتور بيشرح حته معينه وما بيشرحش حته، بيشرح مثلا صفحه، في نص صفحه مش شرحها، يشرح صفحه وفي صفحه مش شرحها. انت قاعد ورا معاك الكتاب. تمام. بالمناسبه يا شباب، اللي لسه المعهد الكتب بتاعتها ما نزلتش يكلمني وانا ابعت له الكتاب الخاص بالكورس بتاعنا، يقدر يطبعه ويذاكر منه. ماشي. فانت فور فري. ماشي. تشخبط على الصفحه اللي الدكتور ما شرحهاش. الناس اصلا اللي مشتركه معايا في الكورس بوفر اعمل الحته دي، الكتاب بتاعي شايل منه الحاجات اللي مش مهمه. ماشي. طب انا يا دكتور حمدي وانا قاعد كده لغيت الحاجات اللي الدكتور ما شرحهاش وسبت الحاجات اللي الدكتور شرحها. استفدت ايه؟ استفدت اني الحاجات اللي الدكتور شرحها ديت واهتم بيها هي الحاجات اللي جايه في الامتحان. بالمناسبه، في بعض الدكاتره بتقول لك يا شباب السؤال ده جاي في الامتحان، اكدبه؟ لا، صدقه. الدكتور هيكدب عليك ليه؟ هو خلاص قال دي جايه في الامتحان، يبقى دي جايه في الامتحان. فانت اسمع الكلام، وزي ما بقول لك كده. طب يا دكتور حمدي، انا ساكن بعيد، يعني في طلبه بالنسبه مثلا، انا كنت نزلت معهد بنها يوم الاثنين اللي فات زي بكره كده، ففي طلبه هناك بتاخد سفر حوالي 4 ساعات 5 ساعات عشان توصل المعهد. حلو. طب انا اعمل ايه يا دكتور حمدي لو ما عرفش احضر محاضرات؟ حبيبي، ريكوردات المحاضرات ده بدينا دلوقتي، زميلك اللي حضر ريكورد المحاضره ابعته لي، واظن في جروبات كتير بتوفر الموضوع ده. ماشي. يبقى لو ما عنديش امكانيه ان انا احضر المحاضرات على طول او ساكن بعيد، فانا اقدر اكلم زميلي اخليه ايه، اخليه يبعت لي الريكورد واسمعه انا في البيت واحده واحده كده، معايا الريكورد ومعايا المحاضره، وابدا ايه ان انا اذاكر. ماشي. طب انا يا دكتور حمدي، انت قلت لي اول حاجه انت حابب المعهد ده، قلت لك ايوه ده انا حابه علشان ده هيشغلني وده حياتي بعدين وده الكارير بتاعي. قلت لي بتحضر محاضرات، قلت لك لا، قلت لك لازم تحضر علشان الدكتور اللي بيشرح ده بيكون مهيئ لكده، المحتوى اللي بيشرحه بياكد عليه ده مهم عشان الامتحان، واللي بيشرحوش ده مش هيجي في الامتحان، وركز مع الدكتور. طب تالت حاجه بقى يا دكتور ويا باشمهندس، بالمناسبه الكليه بتاعتكم المعهد بتاعكم بيطلع دكاتره ومهندسين فما شاء الله يعني. طب هل انت مهتم، دي النقطة أنا قلتها من شوية، هل أنت مهتم إن أنت تجيب درجة كويسة؟ هل أنت مهتم إنك تكمل كلية فيما بعد؟ هل أنت مهتم إنك تجيب تقدير كويس؟ ماشي. كان في برضه بعض زمايلكم سألوني يا دكتور حمدي، أنا في معهد في بلد غير بلدي، فعاوز أنقل قريب من بلدي. طب أنا عاوز أنقل قريب من بلدي، هل لازم أنت تقدير كويس في أولى؟ بفكروا برضه السؤال ده الدكتور قال هيجاوب لنا عليه في نهاية المايك.
ماشي. طب نسال بقى السؤال اللي بعده. احنا دكتور سالنا 4 اسئله، 3 اسئله، وهنقول السؤال الرابع. السؤال الاول: هل انت حابب المعهد ده؟ هل انت بتحضر محاضرات؟ هل انت مهتم؟ السؤال الرابع: بتذاكر صح ولا لا؟ هي المذاكره صح او غلط يا دكتور حمدي؟ والله ومعظمكم ما شاء الله علم علوم جايبين فوق 90% فاكثر، وعلم رياضه جايبين 80% فاكثر، فما شاء الله يعني ناس كويسين. فانا اكيد مش هقول لكم تذاكروا ازاي، ولكن هقول لكم حاجات بسيطه تركزوا عليها. انا دكتور يا شباب حضرت المحاضره، في نفس اليوم اللي حضرت فيه المحاضره يفضل ان انا اروح اجراها، مش بقول كذا كده، كمان اجراها على طول. طب ليه يا دكتور حمدي؟ انا قاعد في المحاضره فخدت معلومه حوالي 70%، ماشي، او اكثر حسب شرح الدكتور. طبعا ممكن تبقى طالع حافظ المحاضره اصلا، وليكن 70%. لما بروح اجراها في نفس اليوم، ده بيزود نسبه تحصيلي للمعلومه، وليكن بنسبه كمان 80%. باحتاج كمان ان اذاكر الدرس ده بعد فتره، او المحاضره دي بعد فتره، وليكن اسبوع. مش لازم طبعا اسبوع بالظبط، ولكن مده صغيره. ده من طرق الشباب سوليديفيكيشن للميموري، تقويه الذاكره، ماشي. بعد فتره صغيره وليكن اسبوع، 10 ايام، وبعد فتره اكبر وليكن شهر او شهرين. تمام. ده بيخلي المعلومه ممكن ما تنساش طول حياتك. يعني ممكن دكتور اسالك في درس في الدراسات من ايام رابعه ابتدائي تلاقي نفسك لسه فاكره بالظبط، لان انت غالبا تكون حققت الشروط دي. ماشي. يبقى انا اجراه في نفس اليوم بعد اسبوع كمان مره. واركز قوي يا شباب على اسئله السنين اللي فاتت. الحمد لله الناس اللي معانا في الكورس اتفقنا ان احنا نحل اسئله السنين اللي فاتت كلها مع بعض. وطبعا بيبقى في اسئله دوريه في كل محاضره، وبلس ان احنا نحل اسئله السنين اللي فاتت كلها، لان هي اللي هتيجي في نفس الامتحان. ليه يا دكتور حمدي هي اللي هتيجي؟ بص يا شباب، اي محتوى في اي كليه في اي مكان بيكون في حاجات مهمه، في حاجات مش مهمه، ودي طبعا حاجات مهمه معروفه، والحاجات المهمه دي لازم تيجي في الامتحان، ودي اللي احنا بنركز عليه في الكورس بتاعنا. حلو. فالدكتور نفس النقط اللي بيركز عليها في الامتحان السنه اللي فاتت عشان مهمه، نفس النقط اللي هيركز عليها في الامتحان السنه دي علشان مهمه. خلي بالك احنا خلصنا نقطه بتذاكر صح ولا لا. ماشي. بالمناسبه انت لو ما قريتش الدرس في نفس اليوم، قريته بعدها بيومين، وما عملتش الحاجات اللي قلت لك عليها انك تذاكره بعد فتره صغيره وتذاكره بعد فتره تاني، هيكون مش صعب قوي ان المعلومه دي تثبت في دماغك بنسبه 100%. مش صعب قوي. ماشي. طب انا دكتور حمدي الدنيا تمام. في خامس سؤال معانا، هو هل بتذاكر صح ولا لا؟ دي قلناها. طب هل بتذاكر اول باول ولا لا؟ ودي مهمه قوي 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 يا شباب، قوي 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 قوي. انا يا شباب طبعا انا بتكلم، طبعا من شويه قلت اللي مش فارق معاه ان هو يجيب تقدير كويس يقفل اللايف، ما يكملش، وما يتعبش نفسه. ولا حتى انا بقول للناس اللي مشتركه معايا يا شباب اللي مش عاوز تقريبا في حد يقفل اللايف، سمع الكلام ماشي، برافو، حلو. طب انا دلوقتي يا دكتور حمدي الناس اللي معايا في الكورس بقول لهم اللي مش عاوز يجيب تقدير كويس ما يكملش معايا يا شباب. اللي مش عاوز يجيب تقدير كويس ما يكملش معايا. اللي مش عاوز يتفوق ما يكملش معايا. حلو. يبقى انا لازم اذاكر اول باول، وبعدين اخلي الحاجات التانية دي الثانويات بعد ما اخلص مذاكرتي. كده يا شباب الباوربوينت بتاعنا واول نقطه خلصت، ولكن اخر سلايد كده كاتبها بالبونت العريض وهي التوفيق. انا ذاكرت واجتهدت وحليت واهتميت واشتركت مع دكتور حمدي الرايق في الكورس بتاعه، وبعد ده كله ما جبتش الدرجه اللي كنت امل اجيبها والتقدير اللي كنت عاوزه. كده في عامل اساسي وهو التوفيق. ولو سالتني انا، التوفيق دي كانت المفروض تبقى اول سلايد مش اخر سلايد. طب انت ضفتها لي يا دكتور حمدي؟ والله انا ضفتها وعاوز اقول لكم حاجه مهمه قوي: ان العبد لا يحرم الرزق بالذنب يصيب. ماشي. مش احسن واحد اتكلم عن الدين، عارف كلنا بنغلط، ولكن ذكر فإن الذكرى تنفع المؤمن. يعني يا شباب ذاكرت الى اخره واهتميت وحليت وعملت، وباجي مثلا اغلط في سؤال سهل يا دكتور حمد، ده التوفيق. ده التوفيق ان انا مثلا وليكن رايح الامتحان مذاكر وحايل وعامل كل حاجه، وعملت ذنب صغير كده انا ماشي مش لطيف. فور اكزامبل مثلا عكست حد، بس لحد بصه مش لطيفه، ايا يكن الغلط اللي انت عملته. فده طبعا ان العبد لا يحرم رزق، ذنب صغير حرم الرزق كان جالك من عند ربنا. كده يا شباب خلصنا اول نقطه معانا وهي نقطه اذاكر ازاي. تاني نقطه معانا يا شباب هو نظام ازاي بعد المعهد اخش كليه. دي نقطه طبعا اللي احنا عاملين عليها اصلا اللايف، واللي هي عنوان اللايف بتاعنا: رحلتي من المعهد الى الكليه. الموضوع بيبان للوهله الاولى ان انا هتكلم عن انا نو 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 نو. انا هتكلم زي ما قلت لكم عن تجربه حد قدامي بشكل عملي،
بشكل عملي انتاج مرحله المعهد بشكل مرحله الكليه. وزي ما الناس اللي متعود معايا في الكورس متعودين ان انا ما بحبش اتكلم اي معلومه نظري، بحب امسك دليل من ارض الواقع. فمعانا النهارده دكتوره يارا عاطف حمدي، طالبه بكليه العلوم الصحيه في فرقه ثالثه جامعه المنوفيه، وزي ما قلت لكم من شويه كانت خريجه معهد فن صحي بنها. فالمثال اللي هتكلم النهارده هو زي ما الدكتوره يارا. طبعا هي رفضت تطلع بوشها في الكاميرا، فهتكون معانا صراحه من ورا الكاميرا، وانا اللي هتكلم نيابه عنها. ماشي. ايه دلوقتي احنا هنخلص المعهد سنتين. ماشي. المعهد سنتين. اول سنه معانا هي الفرقه اولى، وده اقسام كتير. ماشي. اللي عنده اسئله الشباب يقدر يبعتها عشان نرد عليها بعد ما نخلص. المعهد سنتين. ماشي. هي دكتوره سامعاني، ولو قلت حاجه غلط اكيد هتعدل يعني. ماشي. المعهد سنتين، فرقه اولى فرقه ثانيه، وفي اقسام كتير. حلو جو. طب انا فرقه اولى مش مهم التقدير بتاعها تقريبا. ماشي. التقدير بتاع سنه اولى مش مهم تقريبا. طب مهم في حاله ايه؟ نقطه واحده، مهم في حاله لو انا عاوز انقل من المعهد ده لمعهد تاني. عشان كذا حد سالني في النقطه دي: يا دكتور حمدي، لسه حد السؤال ده كان النهارده تقريبا او امبارح، انا في معهد مش عارف فين وعاوز انقل معهد اسيوط، عايز انقل بلدي، هل مهم التقدير؟ ايوه. محتاج تجيب تقدير كويس، ويفضل يكون امتياز عشان تنقل في المعهد اللي انت موجود فيه. طب سنه اولى فرقه اولى، طبعا الناس اللي بتسمعني فرقه اولى ديت لما تخش بقى تانية، لا تانية التقدير مهم. اولا تانية المناهج موحده على مستوى الجمهوريه، هم حوالي 14 معهد على مستوى الجمهوريه، المناهج موحده، نفس الامتحان على مستوى الجمهوريه. السلام عليكم. الوالده بتبعت لكم السلام من ورا الكاميرا يا شباب. انا معاكم في فرقه تانية نفس المنهج على مستوى الجمهوريه. طب انا نفس الامتحان كمان، فانت بتقارن نفسك بجميع المعاهد وبتخش في تنسيق مع كل المعاهد. طب انا بعد تانية موفر لي ايه؟ متوفر لي كليه علوم صحيه، موفر لي كليه هندسه، وكليه هندسه ديت لقسم علوم طبيه. طب الموضوع بيكون صعب في تانية ولا سهل ان اكمل هندسه بعد المعهد؟ عشان السؤال ده اتسالته كتير. بص انا اعرف نظام عملت كده، ولما كلمت معاهم قالوا ان الموضوع ما كانش سهل وما كانش صعب، بس اسهل من الثانويه. يعني دي كلامهم، ده كلامهم اللي انجل. قالوا الموضوع ما كانش صعب وما كانش سهل، بس اسهل من الثانويه. اسهل من الثانويه بكتير. ماشي. بالمناسبه لو انت عاوز تخش هندسه وما جبتش مجموع كويس في ثانيه، تقدر تعمل معادله. ماشي. معادله بعد المعهد فن الصحي وتخش منها هندسه، وبالمناسبه برضه بتكون ايه؟ سهله وبسيطه. طب انا في ثانيه، سوري يا شباب قلت لكم ان انا عندي برد. ماشي. بس اضطريت اعمل لايف عشان وعدتكم. حلو. طب انا في ثانيه محتاج اذاكر اهتم. اي قسم يا شباب، تحاليل، اشعه، اجهزه، كل الاقسام ديت متوفره معانا كورسات ليه، فتقدر تتواصل معانا وتشترك معانا والدنيا تمام ومتظبطين. حلو. طب انا امتحنت والدنيا تمام، جبت وليكن الكليه بتبدا مثلا من 92، مش كتير خالص، مش كتير خالص خالص. ماشي. وكليه هندسه بتبدا من 97، مش كتير برضه. ماشي. طب جبت 92 دخلت كليه، جبت 97 دخلت كليه هندسه. بتخش هندسه من اعدادي. كان الاول بتخش من فرقه اولى، دلوقتي بتخش من اعدادي، ودي حاجه صراحه تزعل، لاني لو من اعدادي توفر لك سنه، بس تزعلتني انا ليه بقى؟ لان انت دلوقتي معاك سنتين وكمان 5 هندسه، انت لو خدت الهندسه في 5 يعني كده يبقى 7 سنين، كده يبقى زيك زي اللي في طب. مفيش مشكله. لا ده كده يبقى اكتر، كده يبقى 8، 2 و5 7، يبقى زيك زي اللي في طب. ماشي يا شباب، كنت علمي علوم. طب دي حاجه تزعل. طب ايه الحلو فيها بقى؟ ان انت هتكمل تبقى مهندس قد الدنيا يا شباب. الدنيا ايه غير مهندسين وشويه ناس تانية؟ معلش، مع احترامي طبعا لكل الطب، الدنيا ايه غير مهندسين وشويه ناس تانية. فانت تذاكر في تانية وتشد حيلك، وزي ما قلت لك كورسات متوفره والدنيا حلوه، امتحانات سهله خالص وبسيطه، محتاج واحد مهتم وبيذاكر ويجيب درجه كويسه. معانا اكزامبل عملت كده فعلا، دخلت المعهد وبعدها دخلت الكليه. طب نظام بقى التكليف والشغل بيبقى ايه دنيته؟ بص يا شباب، انت اول ما بتخلص طبعا بيكون ليك حوالي 6 شهور امتياز. يعني ليك فتره امتياز، وبعد الامتياز ديت بتكمل ايه؟
بتكمل بعدها كليه. ده بالنسبه للبنات الدنيا بتمشي كويسه. ازاي بتخلص الكليه؟ خلص سوري سنتين المعهد ثم امتياز، ثم بيبدا يجي له التكليف. في حاله ان هي ما لحقتش كليه بيبقى المعهد ثم الامتياز ثم اشتغلت ايه؟ فني. ماشي، في المستشفيات، فني اشعه، فني تحاليل، فني. حلو. طب هي جابت مجموع كليه ومش عايزه تكمل كليه، مش مشكله خالص. طب هي جابت مجموع كليه وعايزه تكمل كليه، بتعمل ايه؟ تاخد المعهد سنتين ثم 6 سنين، 6 شهور امتياز، ثم بتشتغل عادي، بتبقى بتاخد تكليف عادي، وبتكمل كليه خاص. بتدفع تاخدها كريدت، يعني زي ما تكون داخله كليه خاص، حتى لو كانت جامعه حكوميه بتضطر انها تدفع فلوس بشكل سنوي زي الكليات الخاصه. ماشي، بتضطر انها تدفع فلوس بشكل حتى كليه هندسه وكليه علوم صحيه. طب طبعا عشان ما ننساش، كان في حد سالني قال لي يا دكتور حمدي، لو انا قسم تسجيل طب في المعهد دخلت كليه، هل ينفع اخش قسم غير قسمي؟ سالت لكم دكتوره يارا وقالت ايوه، بيكون مفتوح لهم، ولكن في حاله ان الكليه تكون محتاجه. ماشي. يا شباب الكليات كيان خاص شويه، يعني ممكن تلاقي كليه فيها قواعد، كليه تانية نفس القواعد ديت معكوسه في الكليات التانية، يعني كل كليات بلا كيان. ماشي، ومحدش بيقدر يعترض على حاجه شكل دي. فانت بالنسبه لك بعد ما تخلص المعهد بتخش كليه وبتدفع فلوس كريدت، ده في حاله لو انت عاوز تكمل الشغل مع الكليه الحكومه، لان ما ينفعش واحد يكون شغال حكومه في نفس الوقت في تعليم حكومي، ما ينفعش. فانت بتكمل حكومه شغال وبتدفع فلوس كريدت للكليه، سواء كليه هندسه او كليه علوم صحيه. ده بالنسبه للبنات، يعني البنات يا اما ما تكملش كليه وتكمل شغل بس، يا اما تكمل شغل مع كليه بس الكليه بتدفع لها مصاريف كتير، يعني وليكن 20000 في السنه، 16000 في السنه، بتدفع لها كريدت يعني حسب الساعات اللي مسجلاها. طب بالنسبه للشباب بقى الموضوع بيبقى كومبليكيتد شويه. بيخلص سنتين المعهد وبعدها 6 شهور امتياز. لو والده متوفي، سوري، والده متوفي ايه، لو ما عندوش اخوات، يبقى ربنا عمل له ملوش جيش كده خلاص، برضه نفس التراك بتاع البنات، يا اما يكمل كليه يا اما يكمل كليه على طول ويشتغل على طول. طب الشباب، هو كده مع معهد يعني تعليم فوق المتوسط، فهيخش سنه ونص جيش، حوالي سنتين. لازم ياخد السنتين الاول قبل ما يشتغل، يبقى ده التكليف بيجيله، ثم يقدم في الجيش ياخد الجيش عشان يشتغل، وبعد ما ياخد الجيش يكمل كليه. يبقى اتفهمت ولا ولا تاني؟ يعني الشباب معهد ثم جيش ثم كليه يشتغل. بعد ما تكمل الكليه طبعا ليك بعد كده انك تكمل عادي ماجستير ودكتوراه ودراسات عليا وحياتك ماشيه تمام. كده احنا اتكلمنا عن نظام ازاي نذاكر، السؤال اول سؤال اتسال مني، والنظام الثاني الشغل بعد الكليه وازاي اكمل كليه. بالمناسبه يا شباب، زمايلكم برضه في كليه علوم صحيه شغالين معانا كورسات، لو حد تبعكم حابب يشتغل معانا مفيش مشكله. ماشي يعني، الدنيا تمام كويسه الحمد لله. امل ان انا ما اكونش قصرت في نقطه معينه، وكل حاجه وفيتها حقها قدر المستطاع. والله يا شباب انا يعني النهارده زي ما قلت لكم بابا نجار مخلى عندي برد والنويزي بتاع الفرح ديت، ولكن اصريت برضو ان زي ما وعدتكم اللايف يكون في وقت. حاليا احنا ممكن تبداوا تبعتوا اسئلتكم وابدا ارد عليها، وسؤال بعد سؤال يعني. ماشي يا شباب، اتفضلوا. لو حد عنده اي سؤال يا شباب يقدر يتفضل. بالنسبه للناس اللي بتبعت على الواتس يا شباب ابعتوا على التليجرام، ابعتوا هنا، في هنا يا شباب الكومنتات المفروض ان هي ظاهره. الكومنتات مش ظاهره ولا يا شباب؟ ابعتوا في خاصيه ان انت تبعت كومنت هنا تقريبا، انا قافلها مفتوحه يا شباب.
ابداوا ابعتوا كومنتاتكم وانا ارد عليها اكيد مفيش مشكله. آه مين؟ هفتح بس اللاب ارد منه الاسئله عشان هنا بتتبعت متاخر شويه. طلاب تانية في المعهد منتظرهم. الباشمهندس عبده بيقول لكم طلاب تانية في المعهد هيرد. هتبداوا تتواصلوا معاه وهيظبط لكم الدنيا. ماشي. ماشي يا شباب. كان في اسئله تانية بتقول لي يا دكتور حمدي ممكن التليفون بتاعي. مين اللي بيبعت؟ ماشي يا شباب اتفضلوا، لو حد عنده سؤال يقدر يبعته عادي. اه الناس اللي بتبعت على الواتس يا شباب ابعتوا هنا في الميتنج، ايه المشكله؟ انا متهيألي مش جافر التلاجات شغال. ابعتوا هنا لو حد عنده اي سؤال. الناس اللي كانت مغلبانه يا شباب في اسئله على الواتس، التلاجات مقفوله. طب ازاي طيب؟ اما الناس اللي بعتت دي بعتت ازاي؟ التعليقات انا قافلها. التعليقات انا قافلها. طب ازاي طيب؟ انا المفروض اني شغال عادي. م- 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 م. طب ما في ناس يا شباب علقت، ولا هو الناس اي والناس لا، ولا ايه طيب؟ ال م. لما بنبعت تعليقات بيقول لازم المشرف يوافق على تعليقك. المشرف. م. ماشي. طب يا باشمهندس عبده معلش ممكن توافق على التعليقات دي؟ والله يعني المشرف لازم يوافق على التعليقات. م. ابن خالتي معلش بقى شوف لنا المهمه دي. باشمهندس عبده باشمهندس اتصالات، فشوف لنا الموضوع بتاع انا اسف والله يا شباب على العطله دي، الموضوع بتاع اللجان ده. ماشي. طب احنا المفروض ازاي انا موقف التعليقات طيب؟ مم. طب بص يا شباب انا هبعت لكم دلوقتي الرقم بتاع، لان ده مش عارف ايه المشكله بالظبط اللي حصلت. يعني انا في العادي بطلع اللايف الدنيا تمام، بس عشان ما اضيعش وقتكم هبعت لكم الرقم بتاعي على الواتس. ابعتوا وانا افتح الواتس ارد عليكم. امس سوري والله. ماشي. ما تشيروش مع بعض بقى في اللايف بس. ماشي. آه... امتحانات فرقه اولى هتبدا امتى؟ الامتحانات فرقه اولى هتبقى امتى يا شباب؟ بالنسبه للموضوع ده، فهي هتكون عادي اخر الترم عادي يا شباب. الامتحانات بتبقى هناك في شهر كام؟ في شهر اللهم صل على النبي عليه الصلاه والسلام. شهر واحد يعني في نهايه واحد كده بتبدا الامتحانات. انتوا معهد فن الصحه عامه مشهوره بايه؟ ان هي بتبدا متاخر وبتخلص بدري. يعني انتوا بتخلصوا اول ناس وتبدا اخر ناس، يعني الدنيا حلوه. ودي من مميزات المعهد بتاعكم يعني. ماشي. انا اسف طبعا موضوع التعليقات ده، اسف والله. بس تقدروا تبعتوا زي ما قلت لكم وانا هرد عليكم. لسه ما بدأش مذاكرة. ماشي. حد من زمايلكم بيقول لو حد لسه ما بدأش مذاكرة للمعهد يعمل ايه؟ وهل شعب التسجيل لها مستقبل كويس؟ لو ما اجتهدت فيها ازاي؟ طب بالنسبة لي إنه أبدأ مذاكرة ازاي دي انا هرد عليها. بالنسبة للسؤال الثاني انا نستفيد من الدكتورة يارا في السؤال ده. لو ما بدأتش مذاكرة فانت عندك حلين.
اختار براحتك. الحل الاولاني انك تبدا مع نفسك، الحل التاني انك تبدا مع الرايق. انا ما برجحش حل فيهم، لان الموضوع سهل. تبدا اوريدي تبدا مع نفسك. حابب تبدا معانا برضو اوكي، لاني انا الحمد لله منظمين الجدول. يعني انت لو بدات النهارده، الناس اللي كلمتني معايا في الكورس يعني انا فاجئت ديت. يعني ما كانش اتمنى ان تحصل. حد كان مشترك معايا في الكورس وحصلت له ظروف ولسه من قيمه يومين لسه بادئ يشتغل معايا، قلت له ما تتعبش نفسك. احنا خدنا 3 مواد، في كل ماده 3 لايفات، 3 فيديوهات. كل ماده تذاكر في يوم، فانت معاك 3 ايام كل يوم تذاكر ال3 فيديوهات، وانا براجع وبحل. ولازم كل محاضره، اي كليه اي فرقه بشتغل معاها نفس الفكره دي يا شباب، بجيب بشرح اللي فات كله مع الحته الجديده. حلو. فانت تقدر انك تسمع 3 ايام كل يوم ماده، على المحاضره الجايه على اللايف الجاي تكون خلصت اللي فات كله. حابب تبدا مع نفسك، كلمني ابعت لك برضو كتب الكورس فور فري، ابدا منها ذاكر برضو مع نفسك واحده واحده كده، وتقدر برضو انك تبحث على اليوتيوب اي معلومه انت مش عارفها. حتى الناس اللي مش معايا في الكورس بيتواصلوا معايا، ما بتاخرش عن حد. حد الحاله الماديه عنده مش احسن حاجه، حابب يشترك معايا فور فري وما هو الحاله الماديه مش احسن حاجه، برضو ما فيش مشكله. بالنسبه للسؤال بقى، هل شعب التسجيل لها مستقبل او لا، فناخد راي الدكتوره يارا وارجع له. بعد ما خدنا راي الدكتوره يارا، بتقول لكم ان هم ايوه اوريدي ليهم مستقبل، ليهم مستقبل كويس كمان. وهو ان بعد كده بيقدروا يكملوا اداريين في المستشفيات، يعني يمسكوا مناصب اداريه، مناصب كويسه في المستشفى. وفكره ان هم يكملوا كليه مع قسم تاني دي فكره ممتازه. يكملوا مع كليه ويخشوا كليه علوم صحيه، يخشوا ويغيروا قسم اشعه. صراحه ده قسم واو، وده القسم اللي فيه الدكتوره ايه، يارا. ماشي. انا اعرف ناس في قسم اشعه بتدخل في الشهر ما شاء الله ربنا يزيدهم 30,000 جنيه. ماشي. انا كطبيب ما بعملش الرقم ده حتى مع الكورسات. ماشي. يا دكتور، هل انا المفروض احفظ العظم ده ولا لا؟ بص، هو انت لو اشعه، لو انت اشعه وحابب تكمل اشعه فيما بعد، فالافضل انك تحفظهم من دلوقتي. ماشي. والحمد لله الطلبه اللي معايا في الكورس حافظين الكلام ده. ماشي. هو بقى التفاصيل، بص. لا لا لا، هكمل كلامي. انت محتاج تعرف الاسامي العظم بس الكبير دلوقتي. يعني السكال كفايه تعرف ان دي سكال، مش لازم تعرف المانديبل والماكسيلا وتخش بقى في البروسيس اللي جواها، الكلام ده ادفانسد بقى عليك اصلا. ماشي. فانت كفايه بس تعرف اسماء العظم دلوقتي، ومع الوقت تعرف اسماء الفيتشرز التانيه دي. حلو. طب في سؤال تاني برضو من زميلكم بيقول ايه: انا من منوفيه وجاي اسيوط والدنيا بايظه معايا، فلو تشوف لي اي كرسي بحيث اجيب مع امتياز عشان احول بلدي. خلاص مفيش مشكله. اللهم صل على النبي عليه الصلاه والسلام. الكورس اوريدي موجود معانا، تقدر تشترك معانا. وانت لو فرقه اولى او تانية تقدر تشترك معانا، تمام. وتكمل بعد، وان شاء الله هتجيب تقدير كويس. حابب برضو تذاكر مع نفسك وارشح لك ناس تتابعها على اليوتيوب، مفيش مشكله. الحاله الماديه مش احسن حاجه، حابب برضو تكمل معانا في فري برضو مفيش مشكله. تشد حيلك بس وتذاكر، لان ده التارجت الاساسي. وانت في ايه المشكله تكون مشترك مع دكتور حمد الراجل؟ المهم تذاكر. يعني الاشتراك معايا بس مش كفايه، مش اهم حاجه طبعا تذاكر. اللي ما بيذاكرش بمشيه اكيد. ماشي. حد عنده اسئله تانية يا شباب؟ انا زعلان والله على موضوع الميتنج ده. عايزين كده يا شباب، التعليقات فتحت، حاولوا تبعتوا كده. شوفوا كده يا شباب، حاولوا تبعتوا تعليقات. انا مش عارف والله، مشكله التعليقات دي مزعلاني والله. مشكله التعليقات دي مزعلاني انا كدكتور حمدي. المشكله ديت مزعلاني.
حاول يا شباب بقى تكتبوا تعليقات. شوف هنا اكتبوا تعليقات الدكتوره اهو. مش هتظهر برضه؟ بيقول لك محتاج موافقه المشرف. طب ايه طيب؟ طب ايه طيب؟ نفس اللايف اللي بنعمله كل مره. انا تقريبا دي حاجه في اعدادات الجروب نفسه يا شباب. مش عامه الناس اللي مش معانا في جروب الواتس، انا بعت لكم جروب الواتس هنا في عنوان الميتنج، ويا ريت تنضموا معانا على الواتس وعلى التليجرام عشان المتابعه الدوريه في الاسئله والشرح والكلام ده كله. ماشي. يا ريت بس اكون على قدر المستطاع غير توفي اسئلتكم، و قدرت ارد على اسئلتكم قدر المستطاع. يا رب اكون قدرت اوفي النقطه المهمه اللي انا اصلا عامل لايف عشانها. ماشي. هي النقطه اللي انا اصلا عامل لايف عشانها، وهي ان انا اتكلم عن انتقال من مرحله المعهد لمرحله الكليه. ماشي. اللهم صل على النبي عليه الصلاه والسلام. بقدر المستطاع قدرت. او في حد بيسال تاني؟ طب يا شباب، بس الناس اللي بتبعت وتسال رجاء هاري، عشان احنا خلاص هنقفل اللايف. بالنسبه للشخص اللي بيقول هل ينفع اجل الجيش بعد الكليه عشان بعد المعهد عشان اخد كليه؟ بص هو ينفع. ماشي. بس في الحالة دي التكليف بتاعك هينشال. هي المشكلة أصلا مش إنك تاخد كلية الجيش أو لأ. الفكرة كلها إن أنت عشان تشتغل لازم يكون معاك شهادة الجيش. بس يعني عاوز تكمل كلية كمل عادي، بس مش هتشتغل. ماشي. لأن الشغل مقرون بالجيش. ماشي. لو حد عنده أسئلة تانية يا شباب يقدر يبعت عادي. معاكم أهو. يا ريت اكون قدرنا نوفر اللي حابين نتكلم عنه النهارده. واختصارا كده نقدر نقول ان انت بعد الكليه، بس يا شباب طبعا اللي ما بيجيبش تقدير كويس، يعني مثلا الكليه خدت 92 وانت جبت 85 90 ما لحقتهاش، فانت خلاص كده ما لكش فرصه ان انت تخش الكليه. ماشي. بالتوفيق يا شباب. والله كنت سعيد في اللايف معاكم قوي، لان زي ما قلت لكم اللايف كليه المعهد ده آه، ليه معزه خاصه بقلبي، وخاصه معهد فن الساحل. انا كنت هناك يوم الاثنين اللي فات، والطلبه هناك يعني رحبوا بيا واتصوروا معايا وكانوا مبسوطين بيا جامد. دي حاجات مفرحاني قوي يعني. نتكلم نبذه صغيره بس عن الكورس بتاعنا. الكورس بتاعنا يا شباب بيقدم لك كل مواد الترم الاول في معهد فن صحي. هما في معاهد بتدرس 7 مواد وفي معاهد بتدرس 8 مواد، باعتبار ان الانجليزي والميديكال ترمولوجي ماده واحده، وفي مواد كليه سوري في معاد بتفصلهم الاثنين عن بعض. فالحمد لله ال8 مواد او ال7 مواد موجودين معانا في الكورس. ومعانا دكتوره داليا السيد شغاله المواد علم نفس والمواد الادبيه بدرسها لكم، وانا بدرس المواد العلميه. وفي الناس اللي شغاله معايا تشهد ده في نظام. في بناخد عندنا 3 محاضرات في الاسبوع، الجمعه والاثنين والثلاث. ونبدا الساعه 9. مده اللايف نبدا لايف على ميتنج او على التليجرام على زوم. مده الميتنج بتكون حوالي ساعه ونص ساعتين، شرح وحل وبنتناقش مع بعض. وجايبين معدات كويسه بنشرح بيها عشان نحسن كواليتي الشغل. جرافيك تابلت من شركه واكوم، وانا رايي يعني ديت من احسن الشركات، او هي احسن شركه جرافيك تابلت في مصر عامه، يعني في العالم كله. دي احسن شركه جرافيك تابلت. اسعار خرافه صراحه وغاليه كل حاجه، بس المنتج بتاعهم كويس جامد. فانا يعني عاجبني المنتج ده. وميكروفون برضه مش عارف اسمه بي 9 ولا كان اسمه ايه. كان اسمه بي 9 او سي 9. اسمه ايه؟ اسمه كي 9. ماشي. المنتج ده برضه انا الصراحه عجبني، والسعر برضه مش غالي. برضه من الحاجات اللي انا حابب. بنتعب والله في اللايف يا شباب عشان نطلع لكم حاجه كويسه. ماشي. فالناس اللي معايا في اللايف تشهد بكواليتي الشغل بتاعنا. فاللي حابب يشترك معانا، حتى انا عامل عرض. ماشي. ان الشغل بتاعنا المحاضرات في العادي يا شباب بتكون 100 جنيه. ماشي. في اي كليه في انا محدد سعر للسالري المحاضره بتاعتي ب 1000 جنيه. سوري ب 100 ب 100 جنيه.
ولكن علشان المعهد فنصيحي من عزيزتم عندي، فانا بشرح المحاضره بسعر اقل من كده. بيكون توتال الشهر عندنا 12 محاضره ب 1200 جنيه، وفي عرض لمده محدوده ان الكورس شهريا 300 جنيه. فيا ريت لو حابب تشترك معانا تقدر تلحق العرض ده 300 جنيه شهريا فقط للمواد المعهد كلها، ودي فرصه كويسه قوي للي لسه ما بدأش واللي لسه حابب يبدأ. ماشي. حابب برضو الدنيا عندك الماديه مش احسن حاجه، حابب برضو تشارك معانا، مفيش مشكله خالص يا شباب. بصراحه مش حابب ان انا انهي اللايف لان الوقت ممتع ومسلي، ولكن لابد ان يكون له نهايه. يا رب اكون وفقت في ايصال المعلومه، ولو كنت سعيد فده طبعا غصب عني وسهو من الشيطان. وجزاكم الله كل خير. كان معكم دكتور حمدي الرايق. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.